السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في فيديو جديد اللي هو عبارة عن كنافة بالكريمة. كتجي ولا اروع صراحة. ما تستغناوش عليها من بعد ما تجربوها. واكيد حاجة ديال الدار، هي يعني نقية ورخيصة في نفس الوقت على اللي كتباع في المحلات. اول حاجة بسم الله غادي نبداو بالكريمة اللي غادي نحتاجو فيها. نص لتر ديال الحليب، 2 معالق كبار ديال النشا يكونوا عامرين مزيان. أه عفوا ساشي ديال الفاني باش نسمو الكريمه ديالنا. وغادي نحتاج سكر سنيده على حساب 3 ديال المعالق كبار. اللي ما يبغاش الحلاوه بزاف ممكن يدير غير 2، المهم على حسب الذوق ديالكم. انا درت 3 ديال المعالق مع 3 ديال الفرماجات غادي نخليهم حتى الاخير. صافي هنايا هاد المكونات غادي نحركهم وهما باردين، وغادي نديرهم فوق النار مع التحريك المستمر حتى تعقد لينا الكريمه تماما. عاد نطفيو عليها. هنايا من بعد ما يعني طفت على الكريمه ديالي، من بعد ما عقدت مزيان ضفت لها 3 ديال الفرماجات ديال الفروماج المثلث. صافي هنايا من الاحسن انكم تضيفوا الفرماج يعني حتى يذوب لكم، عاد تطفيو عليه النار. غير انايا ما صورتش لكم يعني الكريمه ملي كانت فوق البوطه، داكشي علاش خليتهم حتى الاخير. صافي هنايا غادي نحركهم مزيان حتى يذوب لنا الفرماج. عاد غادي نغطيها ونخليها تبرد على جنب. هنايا من اسرار ديال الكنافه تكون ناجحه وتبقى مقرمشه وما تجيكمش يعني طريه بزاف، ان الكريمه خصها تكون عاقده. داكشي علاش نخليوها يعني تعقد مزيان. عاد نضيفوا 3 ديال الفرماجات نحركوهم حتى يذوبوا، عاد نطفيو عليها ونغطوها هكا بواحد الكيس بلاستيكي كيف ما شفتوا يكون لامس الوجه ديالها باش ما درناش ديك القشره من الفوق. ونخليوها تبرد غير هكا يعني بلا ما ندخلوها الثلاجه لانها الحل بارد بين ما وجدنا الكنافه ديالنا. هنايا خديت العجينه ديال الكنافه كيف ما شفتوا، خديت غير نص كيلو ب25 درهم. صافي غادي ندير غير نصف ديال الكميه. هو اللي يعني درت غير نص ديال الكميه، ونص الاخر احتفظت به في المجمد. غادي نقول لكم الطريقه ديال الاحتفاظ به بالعجينه ديال الكنافه من بعد. صافي هنايا حاولت انني نقطعها هكا الطريفات الصغار يعني نحلها ما نخليهاش هكا يعني ملاصقه، باش ملي نجيو يعني ندافو عليها الزبده مذوبه كنلبسوها كامله بهذيك الزبده باش ملي طيب تجينا محمره ومقرمشه. هذا هو السر الثاني باش انها يعني تجي الكنافه مقرمشه وزوينه بحال ديال المحلات، اننا يعني نديروا لها الزبده مزيان. كيف ما شفتوا هنايا كنحاول انني نحل الكنافه ديالي مزيان باش هكا ملي ندير لها الزبده غادي يعني تلبس كامله بالزبده وتجيني الكنافه ديالي يعني مقرمشه ومحمره. ملي ندخلها للفران نحاولوا اننا نحلوها مزيان. صافي من بعد ما حليتها كيف ما شفتوا غادي ناخذ الزبده غير هذه ديال العلبه. خديت تقريبا علبه فيها 200 غرام ذوبتها. السر الثاني ملي تذوبوا الزبده تخليوها تغلي مزيان حتى يمشي منها داك الماء اللي كيكون فيها، يعني كتبقى غير ليدام ما يبقاش فيها الماء. هذا هو السر باش يخلي الكنافه تبقى مقرمشه. صافي وغادي يعني نلبس مزيان الكنافه ديالي. كنعتذر انني ما صورتش هذاك المقطع، ما عرفتش علاش التليفون يمكن كان عامر داكشي علاش ما صورليش ملي درت الزبده دايبه على الكنافه ديالي. صافي هنايا من بعد ما دهنت الكنافه مزيان بالزبده، جبت هاد ليمون هادو الفرديين ديال المول العجيب وبديت ان ندير فيهم هكا الكنافه ونضغط عليهم مزيان باش تاخذ الشكل ديال المول العجيب، خصوصا في الاطراف والوسط، اننا يعني نملئوا كاع الفراغات باش هكا تجينا بحال لي كيك تقريبا. ملي نبغيو نديروهم في المول العجيب ونعمرهم بالكريمه كتاخذ نفس الشكل.
صافي غادي نستمر بنفس الكيفيه حتى نعمر كاع ليمون اللي عندي. من بعد هنايا كيف ما شفتوا جبت واحد المعلقه وغادي نبدي نحاول انني نقاد ليها دوك الطراف اللي خارجه منهم الشعريه ديال الكنافه، نحاول انني ندخلهم لداخل ونضغط مزيان باش الكنافه ديالي تجيني متماسكه وتاخذ الشكل ديال المول اللي درتو فيه. هنايا بالنسبه ليا انا درت في هاد لي مول صغار بهذا الشكل هذا. نتوما يمكن لكم ديروها كبيره في صني او في مول كبير وديروا الكريمه ديالكم في الوسط يعني تفرقوا العجين على زوج، ديروا نص ديال الكنافه تفرشوه في المول وديروا الكريمه في الوسط وتغطوها بالنصف الثاني وتضغطوا عليها مزيان باش تجيكم يعني مقاده. راه سبق لي يعني وحطيت معكم فيديو ديال الكنافه هكا كبيره دائريه والكريمه في الوسط كتجي ولا اروع. هاد المره حبيت انني نغير معكم الطريقه. صافي كيف ما شفتوا هذا النصف اللي بقى لي درت ليه سكوتش على يعني على البلاستيكه ديالها مزيان، يعني بلعتها مزيان باش ما يدخلهاش الهواء ونديروها في المجمد. ممكن تحتفظوا منها يعني بها حتى الشهر الى الشهر ونص تقريبا الى شهرين، يعني ما تفوتوش هاد الوقت هذا. وصافي هنايا كيف ما شفتوا غادي نحضر معكم السيرو اللي درت فيه تقريبا 2 كيسان مع مرينش ديال السكر سنيده مع كاس ديال الماء وزوج ديال قطعات ديال ليمون حامض. غادي نديرهم يذوبوا فوق النار حتى يتقال لي السيرو باش نسقي به الكنافه ديالي من بعد ما خرجتها من الفران. عفوا سمحوا لي ما قلتش لكم الكنافه يعني كنت شاعله الفران يسخن من قبل. درتها طيب يعني غير النار من التحت وهي حتى طابت يعني وتحمرات. كنطيبوها على نار مهيله، نردوا معاها البال لان فيها الزبده دغيا كتحمر، يعني نخليوها طيب على نار مهيله وردوا معاها البال باش ما تحرقش. ما تاخذش الوقت كتير في الطياب. صافي حتى الطيب ونهودوها باش تحمر يعني الوجه الاخر ديالها. وصافي ملي نخرجوه كيف ما شفتوا مباشره كنبديو نسقيوها بداك السيرو. ضروري السيرو يكون ثقيل هكا شي شويه باش ما يعني الكنافه تبقى لنا مقرمشه ما ترطبش دغيا، حتى هذا سر من الاسرار الكنافه الناجحه. وصافي كيف ما شفتوا نحاولوا نخليوها هكا تحمر مزيان باش تبقى مقرمشه. وهنايا الكريمه ديالي من بعد ما سقيت الكنافه ديالي بالسيرو درت لها هكا هاد الكريمه درتها في كيس بلاستيكي وعمرت بها هذوك الحفيرات ديال الكنافه. كيف ما شفتوا راه خداو يعني الشكل ديال المول العجيب، داكشي علاش عمرت هذوك الحفيرات هكا بالكريمه. وصافي نحاول انني نقاد الكريمه هكا مزيان باش يعني تعمر كاع هذيك الدائره الفارغه ديال او الحفره ديال المول العجيب. وصافي نحاول نقادو هكا الكريمه مزيان يعني باش تاخذ الشكل ديالها مزيان. كيف ما شفتوا هنايا من بعد ما قديت الكريمه جبت هكا شويه ديال البيستاش، يعني غير شي حبات قلالين يعني ما تحتاجوش كميه كبيره. والتزيين يبقى اختياري، غير هو يعني اللون ديال البيستاش هكا الاخضر ولفنا اننا نشوفوه هكا مع الكنافه، يعني كيعطيه واحد اللون زعما واحد الشكل زوين بزاف، وحتى المذاق ديالو صراحه كيجي زوين. صافي هنايا غير كيف ما شفتوا زينت هكا الكريمه ديالي بهذاك البيستاش. وصافي نتلاقاو مع طبق التقديم. وهذا هو الشكل النهائي حبيباتي ديال الكنافه ديالنا اليوم. كتجي ولا اروع الصراحه، لذيذه بزاف لواحد الدرجه ما تخيلوهاش. انا من العشاق ديال الكنافه صراحه، خصوصا بالكريمه كتجي لذيذه وزوينه بزاف. وكيف سبق لي وقلت حاجه ديال الدار كتبقى مرخيصه على ديال المحلات. صراحه غادي ديروها توليو يعني ما تستغناوش عليها، وهكا تقدموها للضيوف يعني تحمر لكم الوجه وحتى ليكم تبرعوا رسانكم علاش لا. نتمنى ان حبيباتي الفيديو ديال اليوم يكون نال استحسانكم، وما تبخلوش عليا باللي لايك والاشتراك في القناه وبارطاجيو لا فيديو مع الاهل والاصدقاء باش تدعموني اكثر حبيباتي. ولكم جزيل الشكر. الى اللقاء في فيديو قادم بحول الله، مع السلامه.